إذا مشاهدينا، للحديث بشكل أوفى عن زيارة رئيس الوزراء والمشاريع التي أطلقت من هناك، انضم إلينا من النجف الأشرف مراسل العراقي الإخباري الزميل منتظر الشريفي. مرحبا بك منتظر. يعني زيارة كانت حافلة بالعديد من المحطات، افتتاح مشاريع، إطلاق مشاريع بنية تحتية، لقاءات مهمة بممثلي المحافظة والحكومة المحلية فيها. بالتالي ما هو الانطباع الأهم؟ ما هي المشاريع التي يراها النجفيون أنها الأبرز في محطة اليوم لرئيس الوزراء؟ مساء الخير علي. فعلا على ما يبدو أن رئيس الوزراء لديه تصور وعلم وصورة واضحة عن مدينة النجف الأشرف، عن واقعها الاقتصادي السياحي إضافة للخدمي وحتى التجاري، وبالتالي كانت زيارته اليوم ممكن القول أنها تنشق إلى شقين أو إلى جانبين: الجانب الخدمي، الجانب واقع الخدمات والمؤسسات والبنى التحتية والمؤسسات العامة، إضافة إلى الواقع قطاع الخاص، واقع قطاع الخاص، وبالتالي أبدأ اهتمامه يعني لكلا القطاعين العام والخاص. نبدأ من زيارته لهذا اليوم صباحا في 8 صباحا، وصل عبر مطار النجف الدولي، توجه إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، أدى مراسم الزيارة، من ثم بدأ مباشرة بالحديث عن مشاريع تطوير العتبة العلوية، التوسعة، وإضافة إلى يعني إنشاء معمل سجاد وإنشاء بعض الشوارع المحيطة بالعتبة العلوية، إضافة إلى الأنفاق التي من شأنها أن تفك الاختناقات، وخصوصا في الزيارات المليونية لمدينة النجف الأشرف. طبعا بعد ذلك توجه إلى يعني مركز البحوث الدوائية. كان هذا المركز كما تعرف مركز تم إنشاء عام 2013 12 أو 13، كان معطل، لا يوجد فيه، لم يكتمل المشروع. الرئيس الوزراء يعني اليوم افتتح هذا المشروع، وأصبح مركز البحوث الدوائية يعمل انطلاقا من هذا اليوم، إضافة إلى توجهه بعد ذلك إلى منطقة بحر النجف للإشراف بشكل مباشر. نعم. طيب منتظر، من الواضح أن هناك يعني رؤية متكاملة كانت لدى رئيس الوزراء حول المشاريع التي تحتاجها المحافظة، ولكن ما الذي أضافته الحكومة المحلية؟ هل هناك رؤى أخرى ربما يعني تتشارك مع هذه الرؤى من أجل مشاريع أكثر وأهم للمحافظة؟ علي، مثل ما تعرف يعني الحكومة المحلية دائما تكون يعني محدودة القدرة، تعتمد فقط على الموازنات المحلية لمدينة النجف الأشرف، وبالتالي هنالك مشاريع اتحادية لا يمكن الدخول إليها. وجود رئيس الوزراء اليوم من شأنه أن يحل جميع الإشكاليات التي تواجه المشاريع الاتحادية، سواء كانت وزارة الإعمار أو غيرها، وبالتالي اليوم جاء لي يعني حل مشاكل هذه المشاريع، وخصوصا يعني مشروع محطة معالجة المياه الثقيلة أو الصرف الصحي. هذا مشروع جدا مهم بالنسبة إلى محافظة النجف الأشرف، كان معطل، تم إنشاء عام 2008 ولغاية اليوم هو لا يعمل، بنسبة وصل إلى إنجاز بنسبة 89%. رئيس الوزراء أكد بضرورة إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى وضع جدول زمني لهذه المشاريع. اسمح لي أتحدث عن الجانب الاستثماري. النقطة المهمة، كان يشجع من خلال زيارتي لهذا اليوم على الواقع الاستثماري، القطاع الخاص. ذهب إلى المدينة الصناعية في منطقة بحر النجف، تم وضع حجر الأساس لمشروع الزجاج، معمل الزجاج اللوحي، وهذا الذي ينتج 800 طن في اليوم الواحد. واضح منتظر، سأتوقف هنا نظرا لضيق الوقت. يعني أشكرك جدا مراسل العراقية الإخباري الزميل منتظر الشريفي، شكرا لك، كنت معي مباشرة من النجف الأشرف.